ده اول مره في تاريخ القناه اجرب المسحب، والمره دي هجربه من بازوكا. احنا جبنا من عنده 3 عروض، كل عرض فيهم معاه واحد عصير، وهم ما ادونيش العصير التالت، فانا يعني ايه بشتكي بازوكا ان انا ليا واحد عصير يبعته معلش. وطبعا شايفيني بتكلم، طلع في الاخر المايك فاصل وفي عناء شديد اوي ان انا اسجل صوت يعني. المهم جبنا المسحب وجبنا عرض تاني، قطعتين فرايدي تشيكن ومعاهم بطاطس وعصير ب105. دي حاجه جباره عند بازوكا، يعني اسعاره على طول عاليه. وجبت المساحة بأربع قطع عاملين 75، وجبت برجر ومعاه بطاطس وعصير عاملين 75. كان 4 قطع مسحب، تمام، ومعاه بطاطس. المسحب يعني عجبني جدا. التتبيلة بتاعت الفراخ كانت ممتازة، القرمشة من بره برضو كانت كويسة، الحشو بتاع الفراخ من جوه ما كانش فاضي. وأعوذ من الشيطان الرجيم، ويعني أديله 9 من 10 بصراحة على الجودة. هندخل بقى على تاني حاجة، وهي عرض القطعتين. الدبوس كان حجمه كويس وحجم الفراخ ممتاز. الدبوس اديله 9 من 10 كتتبيلة وقرمشة ونظافة الفرخة برضك. الصدر اديله 7 من 10، وده يعني حاجة انا كنتش متوقعها خالص، لان انا قلت الدبوس هيطلع زي الصدر، بس طلع ان الصدر التتبيلة بتاعته مكانتش قوية قوي، فياخد 7 من 10 على التتبيلة، والاحجام كانت كويسة. العرض التالت بقى معانا السندوتش عامل 75 جنيه، وبرضك المساحة كان عامل 75، والتلات قطع عاملين 105. السندوتش كحجم كان صغير، طعم اللحمة ما كانش باين قوي، الكاتشب كان طاغي عليها، فالميكس كله ما عجبنيش. فيعني العرض ده انا هعتبره مجاشي، وتحط عليه وتجيب مسحب يا اما تحط عليه، وتجيب تجيب القطعتين 105. تقييمي للحلقة ديت كان المسحب رقم 1، رقم 2 القطعتين، رقم 3 احنا قلنا ما هو مجاشي، ولينا واحد عصير عند بازوكا. يا ريت الاوردر الجاي يبعتوه عشان ما اعملش مشاكل، عشان انا بحب العصير الجوينة. طبعا يعني كان معكم عبد الرحمن الجبري من الاخوين اللي مش فود بلوجر. مع السلامة.